إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والند والمثيل، ليس كمثله شيء. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من بين الخلق وحبيبه. نشهد يا حبيب الله، نشهد يا رسول الله، نشهد يا خير خلق الله، إنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة، فكشف الله بك الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتي في الله، أخوتي في الله، أحباب رسول الله محمدا، أحب أن أذكركم وإياي بأيام الله. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله رب العرش العظيم كما جمعنا على محبته أن يجمعنا في مستقر رحمته، وكما جمعني بحضراتكم بقدر في بيته على طاعته إخوانا متحابين. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينزع ما في صدورنا من غل ويجعلنا على سرر المتقابلين. قولوا آمين. أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي بتقوى الله والصلاة على رسول الله. يوم عيد المسلمين يفرح العبد هذا اليوم
يكفر الله عز وجل ذنوب الأسبوع الماضي، كما قال المعصوم: من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. فاغتنم أيها العاقل، اغتنم هذه الأيام واعمل، لأن الله يرى العمل ثم يجزيك به. فاعمل يا أخي واغتنم، والله لا يعود هذا اليوم ويأتي يوم جديد. فاغتنم. تأتي يوم القيامة وتتمنى أن ترجع الدنيا ولو دقيقة واحدة، ولو دقيقة واحدة. فأنت في فرصة، فأنت في فرصة. لا تأخذ هذه الكلمات تدخل من هنا وتخرج من هنا. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا هو الحق، هذا هو الحق أيها العاقل. والله الذي لا إله إلا هو تتمنى يوم القيامة دقيقة واحدة في هذه الدنيا. علشان إيه؟ عشان تنمي التجارة، عشان تتزوج الجميلات؟ لا والله، لا من أجل عمل، وما من أجل أن تنمي التجارة، ولا من أجل أن تتمتع في هذه الدنيا. تتمنى دقيقة واحدة حتى تذكر الله عز وجل. صلوا على رسول الله ووحدوا الواحد. تتمنى هذه الدقيقة حتى تذكر الله عز وجل فيها، أو تسبح لله، أو تسجد لله، أو تتصدق. طيب يا أخي، اغتنم هذه الدقيقة وهي في يدك الآن، هي في إيدك. الدقيقة والساعات والثواني وعمرك، والله الذي لا إله إلا هو ما غير إلا بضع ساعات أو دقائق أو ثواني. كنا نقول إيه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فاعمل لنفسك إيه؟ الحق نفسك، ارفع لنفسك قبل الموت ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. الدقايق اللي عمال تضيعها على الهاتف الجوال وعلى المواقع، والله العظيم هتحتاجها، هتحتاجها يا أخي. وأنا لن أدخل في الموضوع طوالي، لابد أن أهيئ نفسك يا أخي حتى تعلم وتحس هذه الخطبة. أهيئ نفسك. أريد أن أعرفكم بأن هذا الوقت أغلى شيء في حياة الإنسان. الوقت اللي بيضيعه على حاجات تافهة. الشباب اللي بيمسكوا الموبايل بيضيعوا ساعات طويلة، والله العظيم الدقيقة في الآخرة هيبقى ثمنها غالي. أهل الكبار بيتمنوا إنهم يرجعوا دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، وإحنا عمالين نهدر في أوقات وساعات وأيام بدون أي إفادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا عايزك تغتنم الوقت. هذا اليوم خلق فيه آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه النفخة، وفيه الصيحة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة. فأكثروا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن صلاتكم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. هنا كنا نتحدث في سلسلة علامات الساعة الصغرى،
وإذا انتهينا منها نتحدث بمشيئة الله عز وجل في علامات الساعة الكبرى. وقد ظهر 90% من العلامات الصغرى، وما باقي إلا أن يقال لنا لقد خرج الدجال، لقد خرج الدجال. وهذه أول علامة في علامات الساعة الكبرى، بعدها قيام الساعة يا أخي، بعد العلامات العشر. مر النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث أسيد ابن أسامة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم أو سمعهم يتحدثون، فجاء إليهم فقال: على أي شيء تتحدثون؟ قالوا: يا رسول الله نتحدث عن الآخرة، عن القيامة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا إذا ظهر 10 علامات. قبل قيام الساعة يظهر 10 علامات، وهذه العلامات أولهم خروج الدجال، خروج الدجال الأعور، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، هدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ثم 3 خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. صلوا على رسول الله. والدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. اسمع يا أخي. والدابة، خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. وآخر العلامات تخرج نار من كعر عدن من المشرق تحشر الناس إلى محشرهم، تبيت مع الناس حين باتوا، وتصبح حين أصبحوا، وتقيل حين قالوا، القيلولة يعني. فهذه 10 علامات لا تقوم الساعة حتى تحدث هذه 10 علامات. أما عن باقي العلامات الصغرى، ولا ينبغي أن أدخل في موضوع ثاني إلا إذا اكتملت لكم العلامات الصغرى، وما باقي منها إلا قليل، وإن لم ننتهي منها سنكتمل بمشيئة الله عز وجل، ولا أريد الإطالة. اسمع يا أخي. توقفنا في اللقاء الماضي عند إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كيف وسد الأمر إلى غير أهله؟ لابد أن نخصص المعلومة يا أخي حتى تصل إلى الصغير والكبير. وسد الأمر إلى غير أهله، يعني دلوقتي ما شاء الله تجد الشباب القدوة الحسنة بتاعتهم مين بقى؟ لاعب كورة أو ممثل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشباب بيقتضوا بلاعبين الكرة والممثلين والممثلات، ورجل الدين
العالم أصبح الممثل أو المغني قدره عند الشباب أعظم من قدر العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشباب، إن لم تقتدي بخير خلق الله والله فأنت ضائع ضائع ورب الكعبة. عقبة وأبو جهل، اسمع يا أخي، هؤلاء أشد الكفار في قريش. فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستند في القرآن، فرق قلبه لكلام الله عز وجل. فكان أبو جهل في هجرة، مسافر يعني، كان مسافر. فعقبة قلبه رك الكلام ربنا، بقى يسمع وقلبه يرك، يسمع ونوى مع نفسه انه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلن اسلامه. بقى يبكي، تخيل، من كلام الله عز وجل يبكي، هذا من الكفار. ونحن إلا ما رحم ربي لا نبكي من كلام الله عز وجل. وهؤلاء المشركين إذا سمعوا كلام الله عز وجل ورقت قلوبهم فيبكون بخشوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحجرت قلوبنا ورب الكعبة إلا ما رحم ربي. فبكى ونوى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه. فهنا ذهب عقبة إلى النبي، وهو في نص الطريق راح يسلم قابله أبو جهل فقال له: إلى أين تذهب؟ قال له: أذهب إلى محمد، هذا هو رسول الله، لأني سمعت القرآن وأعجبني يا أبا جهل، تعال معي يا أبا جهل لكي نسلم. فقال له أبو جهل: إذا ذهبت إلى محمد وأعلنت إسلامك أنا بريء منك، مش هصاحبك، مش هكلمك. قرآن إيه ومحمد مين؟ أنا أبقى عبيد لهذا الرجل؟ هتبقى عبد؟ ده احنا سادات قريش. كيف يا عقبة؟ فضل يكلمه لحد ما ارتد. قال: إذا ذهبت إلى محمد فابصق في وجهه. هذا قول الله عز وجل، أنزل الله عز وجل لما عقبة ارتد وما رضيش يروح لسيدنا محمد. وجاءت رواية أنه بصق في وجه النبي، فأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اسمع يا أخي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما كنتش سمعت كلام صاحبي، يا ريتني ما كنت سمعت اللي بيديني سكاره، يا ريتني ما كنت سمعت اللي بيديني موعد لفيلم إباحي على الموقع الفلاني، يا ريتني ما كنت سمعت كلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: اجلسوا في المجلس في الدرس، امسكوا بأيدي بعض، فيمسكوا كل واحد يمسك يد صاحبه. قال: كذلك تكونوا أمام الله عز وجل، كل واحد هيمسك ايد صاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم
الأصحاب الأخلاء يومئذ إيه؟ بعضهم لبعض عدو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع أيها العاقل، الصاحب ساحب إما إلى الخير وإما إلى الهلاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد عثمان سيدنا عثمان ويقول الأخلاء الأخلاء. والله العظيم الولد ما بيضيعوش إلا الولد اللي زيه، والرجل الكبير لا يضيعه إلا الرجل مثله. والشاب، انظر إلى الشباب الآن، ينظر الصاحب إلى صاحبه وتلاقيه يحلق زيه وتلاقيه يلبس زيه. الأخلاق. ولذلك يوم القيامة الناس كلها يتبرأ من كله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله العظيم ما حد ينفعك، والله ما حد ينفعك يا مسكين. اوعى الغفلة، اياك والغفلة، اياك والصحاب. انا عايز الابهات يحرصوا على اولادهم، وعايز الولد يسمع كلام ابوه، لان ابوه ده هو اللي عارف مصلحتك. انت لسه صغير ما تعرفش حاجه يا ابني. الاطفال، انتبه معايا ايها الطفل، انتبه معايا ايها الحبيب. اسمع الكلام جيدا واسمع كلام اباك. اذا قال لك ما تمشيش مع فلان ما تمشيش معاه عشان هيضيعك. ابوك عارف مصلحتك يا ابني، اسمعني جيدا عشان بكره وبعده ابوك مش دايم لك. ربما ابوك يرحل من هذه الدنيا ويتركك خلفه، ولا يبقى لك الا الله عز وجل، وكفى بالله وليا. هو الذي يتولى امرك بعد اباك. والله امك وابوك بيتولوا امرك حتى وهم عايشين. الله عز وجل يتولى امر اباك وامك وعيلتك كلها يا اخي. فاسمع كلام ابوك عشان ابوك خلي بالك هو عارف مصلحتك احسن منك. اياك ان تنفر من وصيه ابيك. اوعى ايها الصغار، ايها الكبار، ايها الشباب، اعلموا باننا مقبلين على ايام يصدق فيها الكذاب كما قلنا، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين. اذا وسل الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه. اخر 3 علامات في عجاله، والله لا اريد الاثاره ولا اطيل عليكم وانا بحاول اختصر. هنا اخر 3 علامات قبل العلامات الكبرى. هو يبعث الله عز وجل رجل يسمى المهدي. في رواية أخرى يقول المهدي المنتظر، والله أعلى وأعلم ونحن لا نعلم والله أعلم. هنا يخرج المهدي المنتظر فينشر العدل في البلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث الله عز وجل رجل من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبي على اسم أبي، ينشر العدل في البلاد ويمحو الظلم. هنا بعد هذا الرجل
اسمع يا أخي، الملحمة الكبرى، اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت. الملحمة الكبرى تكون الروم معنا، الروم يكون مع المسلمين يد واحدة. هذه الملحمة تكون الدماء فيها إلى صدر الخيل، تخيل الدماء، ويرجع الحرب بالسيف. خلاص انتهت القضية. لا تقول لي لا دبابة ولا صاروخ، يمسك الشجر والحجر. هذا في آخر الزمان، ويقول الحجر والشجر يا مسلم أتي فإن خلفي يهودي فاقتله. اسمع أيها العاقل، هنا في معركة الروم في آخر المعركة يغدر الروم بالمسلمين كعادتهم. هنا جيش الروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون أكثر الناس هم الروم، فهنا يغدر بالمسلمين، فتقوم الملحمة بين الروم والمسلمين يأخذهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحد الواحد. عندما يأخذ الهدنة فيصرخ الشيطان في آذانهم لقد خرج الدجال، فيبعثوا كم واحد كده من الفرسان لكي يتفقدوا الخبر، خرج الدجال أم لا يخرج، فيذهبون فالخبر يطلع كذب، فيرجعون مرة أخرى فيخرج الدجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا يا رب يوم يخرج الدجال، لأنها هذه أكبر فتنة. كل نبي حذر أمته من هذا الملعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإذا خرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج على نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن أو على كل مسلم. فاللهم احفظنا يا رب من فتنة الدجال. والله العظيم هذه أكبر فتنة. فيخرج الدجال يمور في الأرض، يلف في الأرض في 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه. يوم كسنة لأن خلي بالك في أيام في بلاد أو دول الشمس ما بتخفش فيها إلا ساعات معدودة، بس ساعات معدودة، ربما تقعد سنة ما تخفش إلا 3-4 أيام بس. فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيام الدجال كأيامنا هذه. يذهب هذا الملعون إلى القبر فيأمر شياطين من الشياطين على أي أمك وأبوك، فيقول لك إذا أخرجت أمك وأباك من القبر تؤمن إن أنا ربك؟ يقول له بلى، بس يثبت الله عز وجل كما قال في سورة فصلت، يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. هنا الدجال يخرج الشيطانين على هيئة أم طابوت فيقول لك يا ولدي أؤمن به إنه ربك، أمك تقول لك يا ولدي أؤمن به إنه ربك. أنت تعلم يا أخي بأن لا يبعث الله عز وجل الأموات إلا بعد النفخة الثانية من الصور. بعد النفخة الثانية يبعث الله عز وجل الأموات ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد النفخة الثانية لا يبعث الله عز وجل الأموات في العلامات الكبرى. فهنا الدجال الله عز وجل يعطي له صلاحيات أو خاصيات، يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت حتى تكون أعظم فتنة على المؤمن. بس ربنا يثبت المؤمن لا يحزنهم الفزع الأكبر. والله العظيم لو أنت مؤمن بالله عز وجل لا يخوفك الله عز وجل يوم القيامة. هذه أشياء مرعبة والله يا أخي مرعبة. يوم تأتي السماء بدخان مبين وتقطعت السماء فتكون أرضا كالدهان وسلسلة البحار فتكون نيران. اسمع يا أخي، وإذا الأرض مدت وألقت الأموات وتخلت ألقت ما فيها. خذ يا رب الأمانات، خذ الأمانات الجثث اللي كانت موجودة فيها وألقت ما فيها وتخلت. قال الإنسان ما لها ما لها ما لها هذه الأرض والسماوات تتقطع السماوات فتكون أرضا كالدهان. فانتبه يا أخي، هذا الدجال أعظم فتنة. العلامة الأولى هنا ينزل عيسى بن مريم تحمله الملائكة. ثاني علامة تحمله الملائكة عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في فلسطين. تحمله الملائكة فينزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بفلسطين فتحمله الملائكة فينزل عيسى بن مريم. شبه من إكرام هذه الأمة عند الله عز وجل فيقول له تقدم يا نبي الله لكي تصلي بنا فيقول له الله فيصلي مأموم ولا يرضى أن يدخل إمام. من إكرام هذه الأمة عند الله عز وجل. نحن أعظم أمة والله العظيم أعظم أمة الذي تخرج النساء وهم رمز الإسلام. بالله عليك عمرك شفت انت منبر يخرج إلى الشارع ويدعي الناس إلى الصلاة؟ عمرك شفت مصحف تخرج بيه كده وتدعي الناس انهم يقرأوا فيه؟ الحاجة معرفة نفسها رمز الإسلام. طب انت أيها المرأة انت رمز الإسلام تخرج من بيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله متبرجة بدون حجاب سايبة شعرك لابسة ولا أعوذ بالله ملابس ضيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده احنا رمز الإسلام. احنا أحسن أمة اللي نبي الله عيسى مرضيش يأمها وأم بالناس رجل من الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم نرى الذي يحزن القلوب ويتبع الأعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينزل عيسى بن مريم يبحث عن الدجال. الدجال يخرج من الباب من أصفهان من إيران وهيموت فين؟ عند باب اللد أو باب اللد في فلسطين. يقتله عيسى بن مريم. لا يلفت انتباهكم هذا الموضوع. في أصفهان في إيران هناك الرافضة. هناك ايه؟ الرافضة. وفي فلسطين اليهود. واللي هيتبع الدجال مين بقى؟ اليهود. وهم والله
الذي لا إله إلا هو يجهزون لهذه الفتنة. هناك 70,000 من اليهود في أصفهان في إيران الآن. لقد أوشك أن يخرج الدجال. آخر ما أقوله لكم حتى لا أطيل عليكم، الوقت كالسيف وأنا لا أريد الإطالة. هنا في حديث تميم الداري. تميم الداري كان رجل نصرانيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث على المنبر عن المسيح الدجال وعن الكهف اللي يوجد فيه المسيح الدجال. فجاء بعدها بفترة رجل يسمى تميم الداري، فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال له يا رسول الله لقد وافق كلامك يا رسول الله وحديثك عن الدجال ورأيته بعيني أنا وأصحابي، رأيناه يا رسول الله. كنا في رحلة صيد في البحر، أنا وبعض الناس من قبيلتين، قبيلة لحم وجزام. قبيلة لحم هم بيت عيسى من لحم وجزام. فذهبنا إلى رحلة صيد في البحر، فلعب بينا الموج شهرا. صلوا على رسول الله. فلعب بينا الموج شهرا، رياح عاصفة، فألقت بنا إلى جزيرة في وسط البحر، أمواج كالجبال. اللهم نجينا يا رب، اللهم نجينا من يوم الزحام، اللهم نجينا يوم تغضب السماوات والأرض والجبال. هنا قال تميم الداري فألقت بنا إلى جزيرة في وسط البحر، فرأينا دابة أعظم ما رأينا في التاريخ. دابة كثيرة الشعر لا يرى قبلها من دبرها، يعني ظهرها من بطنها من كثرة الشعر. فقلنا لها ما أنت؟ قالت لهم أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت لهم دعوكم من هذا الحديث، اذهبوا إلى هذا الدير، هذا الكهف، هناك رجل هو في اشتياق إلى أخباركم،